السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة من مطبخ حبيب. طبعا رمضان خلص والعيد خلص كمان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. النهارده هعمل وصفة سهلة جدا بسيطة جدا. ولادي طلبوا مني عايزين طواجن فراخ بالمكرونة. طبعا عايزين يجيبوها من بره. طبعا قلت لهم لا، طبعا انا ما بحبش الحاجة اجيبها من بره نهائي. بحب اعمل حاجة بايديا، على الاقل اكون ضامنة. معانا ايه؟ معانا مكرونه اقلام، معانا نص كيلو. معانا قطع اللي هي البانيه ديت مقطع، يعني كان طبعا زي ما انتم عارفين بجيب الفراخ وبقطع الفراخ. باخد منها مثلا اعمل بانيه، اعمل ستريبس. فدي خدتها يعني نص صدر كده، قطعناها مكعبات زي ما انتم شايفين. ومعانا صلصه طماطم، ومعانا بصلايه بشرنا يعني فرمينها، ومعاها قرن فلفل وفصين توم. ومعانا ايه؟ فصين توم تانيين للصلصه. البهارات بتاعتنا ايه بقى؟ معانا ملح، معانا بابريكا، معانا كركم، معانا بهارات فراخ، فلفل اسمر، كاري. هو دي البهارات بتاعتنا اللي هنحطها على الفراخ ايه واحنا بنسويه. طبعا لو عندك زعتر مفيش مشكله، بيبقى جميل جدا، بس انا ما عنديش زعتر، فاللي موجود هقضي بيه. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل الصلصه والقطع الفراخ ازاي. بقى زي ما انتم شايفين، جبنا طاسه عشان نعمل الفراخ بتاعتنا. هننزل بيها بايه؟ بمعلقتين زيت اهم حاجه. وهننزل بايه؟ بمعلقه سمنه. يعني السمنه الزبده قصدي، زبده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. الزبده ما ينفعش تتحط لوحدها، لازم تحطي معاها معلقتين زيت عشان ما تتحرقش منك. هنسيحها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده السمنه والزيت بتاعنا ايه سخنوا. هننزل بالايه؟ بالفراخ بتاعتنا. يا دوبك بس هنفردها كده، مش هن ايه مش هنقلبها عشان خاطر ايه مش عايزين السوائل بتاعتها تنزل منها والفراخ تنشف منها. عايزينها تبقى جوسي كده وطريه اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتنا اتشوحت من تحت زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما بقول لكم كده لازم تاخد لون من تحت كده، ايه لونها هيتغير. هنا خلاص الفراخ بتاعتنا اتشوحت كويس جدا زي ما قلت لكم. هننزل بالبصله بتاعتنا، بصلايه كبيره حلوه كده، طبعا فرمها في المفرمه او الكبه عشان ما تبانش في الفراخ. يا دوبك بس البصله تدبل، مش عايزينها تاخد لون خالص، تدبل بس. وبعد كده ننزل بالبهارات بتاعتنا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم الريحه روعه 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 بجد والله. هنا بقى زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا اتشوحت تمام. هننزل بالبهارات بتاعتنا بقى ايه اللي هي الكركم والكاري وبهارات الفراخ والملح، فلفل اسمر وبابريكا. طبعا زي ما قلت لك لو عندك زعتر مفيش مشكله. بالشكل ده كده بنشوحها كويس جدا. هي الفراخ كده بتستوي على طول زي ما انتم عارفين، ما بتاخدش سوا الفراخ البيضه بالذات. يا دوبك بس الشوح تشويحتين وهنطفي عليه. تعالوا بقى نعمل التسبيكه الجباره بتاعت احسن مطاعم الكشري. شايفين كده جبنا ايه حله على النار، وهننزل برده معلقتين زيت، ومعلقه برده ايه او نص معلقه زبده بالشكل ده كده اهوت. ننزلها ايه تسيح معانا. طبعا الحله سخنه جدا، فهننزل بالطماطم على طول. ننزل ده كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالشكل ده كده اهوت. وبعدين هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. طبعا الزبده بتاعتنا الصلصه بتاعتنا احنا مسبكينها مع بعض. فاكرين الطماطم اللي احنا خزناها رمضان؟ بسم الله ما شاء الله قاعده معايا بقالها اكتر من شهرين اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. يا دوبك هتاخد غلوه واحده كده. بعد كده ننزل ايه غلي زي ما انتم شايفين كده ان هي مسبكه اساسا. هننزل بالبهارات بتاعتنا: كمون، فلفل اسمر، كزبره، بابريكا، وبهارات فراخ بالشكل ده كده اهوت. بجد والله تتبيله زي العسل. طبعا ما ننساش طبعا ايه نص معلقه سكر عشان الحموضه بالشكل ده كده. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، وهنسيبها تغلي غلوه واحده بس. بعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده الطماطم بتاعتنا خلاص غليت. هننزل بمعلقه الثوم بالشكل ده كده. طبعا احنا هتساليني احنا ما حطيناش بصل ليه؟ احنا حاطين بصل طبعا في الفراخ، فانا قلت بدل حاطين بصل في الفراخ بلاش نحط في الصلصه. وجربي تعملي المكرونه بالصلصه بالثوم، تحفه 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 بجد والله. طبعا نسينا نحط الملح.
هننزل هنا بايه بمعلقه ملح ونشوف بقى ايه الملح بتاعنا مظبوط ولا لا. خلاص كده الطماطم بتاعتنا طبعا اوريدي هي مسبكه فمش محتاجه تسبيكه ولا حاجه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الطماطم بتاعتنا غليت غلوتين كده، هننزل عليها بالايه زي ما قلت لكم الطماطم مسبكه، هننزل عليها بصوص طماطم بميه قصدي، يا دوبك هتغلي. وبعد كده بقى نحط ايه نرص الطواجن بتاعتنا ايه وبعدين نحطها في الفرن. طبعا نسينا ايه نحط معلقه خل، معلقه الخل دي هتودي المكرونه في حته تانية خالص زي بتاعه المطاعم واحلى طبعا. اهو نحط معلقه خل بجد والله تديها طعم خطير جدا. انتوا شايفين كده خلصنا ايه الفراخ بتاعتنا وخلصنا الصلصه اللي احنا بنعملها. جبنا بقى الطواجن بتاعتنا دهناها زيت، طبعا زيت عشان خاطر ما تلزقش مننا واحنا بنقلبها، الخطوه دي مهمه جدا. هنجيب ايه بقى، هنجيب ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنجيب الاول الفراخ بتاعتنا نحطها في ارضيه ايه الطاجن عشان لما نقلبها يبقى شكلها جميل كده زي اللي انت جايباها من بره بالظبط. هنحط ايه قطع الفراخ كده بالشكل ده كده. عايزه بقى تعملي 4 5 طواجن براحتك على قد الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بالشكل ده كده اهوت. الصوص بتاعها بقى مش قادره اقول لكم، الصوص بجد جبار 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 بجد وحقيقي. بالشكل ده كده. وبعدين هننزل بالمكرونه بتاعتنا زي ما قلت لكم مش هنسويها، هنحطها نيه. معايا نص كيلو مكرونه بالشكل ده كده اهوت. مكرونه سايبه بقى، مكرونه اللي هي الاكياس مفيش مشكله. هنحط ايه المكرونه بتاعتنا كده اهوت زي ما انتم شايفين كده، ونسيب عقله صباع عشان المكرونات ايه هتزيد مننا وعشان تستوي براحتها. شايفين كده حطينا الفراخ تحت والمكرونه زي ما قلت لكم ايه نسيب ايه عقله كده اهوت عشان ايه لسه المكرونه هتخش الفرن وتستوي براحتها. طبعا عملنا ايه الصوص الجميل ده زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهننزل على الايه على المكرونه ونغطيها، اهم حاجه نغطيها بالصوص دوت. طبعا انا حطيت عليه ميه طبعا عشان خاطر المكرونه مش مسلوقه. هنحطها بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الجبنه الموتزاريلا دي اختياري، عايزه تحطيها مش عاوزه براحتك، بس انا هحطها في الاخر لما المكرونه بتاعتنا تستوي عشان ما تتحرقش مننا. بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه نغطي المكرونه كده حلو تمام. نجيب الطاجن التاني برضو ونحط فيه نغطي برضو ايه الصوص بتاعنا المكرونه بتاعتنا نغطيها بالصوص الطماطم. طبعا مولعين البوتاجاز على درجه حراره 200. هنحطها في الرف الاوسط، هتقعد من 35 ل 40 دقيقه. وبعد كده ايه نشغل على الشوايه تحمر معانا. بالشكل ده كده اهوت. مش شايفين كده غطينا المكرونه بالصوص زي ما انتم شايفين كده. هنغطي ايه الطاجن بتاعنا كويس جدا جدا، اهم حاجه نغطيه كويس جدا عشان ايه الطاجن بتاعنا يستوي على البخار زي ما انتم شايفين، يعني مش هنسلق المكرونه ولا حاجه. بالشكل ده كده اهو نغطيه كويس جدا. وهنجيب بقى صينيه. طبعا بنتي عمال تلعب حواليا زي ما انتم سامعين صوتها كده، ربنا يبارك لي فيها ويخليها. بالشكل ده كده اهو. وهنجيب بقى صينيه ونحط ايه الطواجن دي فيها، ما ينفعش تتحط في الفرن لوحدها. زي ما انتم شايفين حاطين الطواجن بتاعتنا في صينيه الومنيا، لازم تتحط في صينيه الومنيا، لازم يعني ما تتحطش على رف البوتاجاز. حطيناها بالشكل ده كده. وهنحطها بقى في البوتاجاز على درجه حراره 200. واول ما تستوي معانا كده تخش في السوا هنطلعها بقى عشان نحط ايه الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا اللي هتوديها في مكان تاني خالص. شكل الطواجن بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بجد تحفه، شكلها بجد يقول يعني يغني عن الكلام. بالشكل ده كده. هنشيل بقى ايه الورق الحراري من عليها. وبعدين نحط بقى الجبنه الموتزاريلا. طبعا سامعين اللي بتقول لي ايه، بتقول لي عايزه تاكل ماما جعانين. بالشكل ده كده اهوت. وبعدين هنحط بقى الجبنه الموتزاريلا طبعا اختياري زي ما قلت لكم، مش عايزين مفيش مشكله. بالشكل ده كده اهوت. هنغطي ايه الطاجن كله. هنا خلاص زي ما انتم شايفين كده حطينا الجبنه الموتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. هندخلها الفرن يا دوبك بس دقيقتين بالظبط، يا دوبك الجبنه تسيح مننا ونطلعها بقى وكلي احلى واجمل طبق او طاجن مكرونه شفتيه في حياتك. هندخلها الفرن وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم شكل الطواجن بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله ما شاء الله شكلها تحفه، ريحتها تحفه بجد. ولادي هيتجننوا عليها، وبنتي بالذات هتتجنن وعايزه تاكل ايه، تقول لي عمال تقول لي مام 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 جميله، ربنا يبارك فيها ويحميها يا رب.
طريقة سهلة جدًا وبسيطة زي ما قُلت لكم، وبربع يعني بنُص صدر فرخة هتعملي كل الأكلة الجميلة دي، أكلة موفّرة جدًا يعني مش مكلفة خالص. طبعًا أنا عايزة أقلّبه اليمة التانية بس ولادي مش مستنيين طبعًا، فأنا هاضطر أحط لهم كده ياكلوه. طبعًا بقى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.